بص يا صديقي، السر مش في المرتب اللي بتقبضه آخر الشهر. السر الحقيقي في المهارة اللي بتتعلمها. المؤلف روبرت كيوساكي في كتاب الأب الغني والأب الفقير بيأكد إن الناس محتاجين بس يتعلموا مهارة جديدة عشان دخلهم يتضاعف. هو نفسه اتنقل بين مجالات مختلفة: محاسبة وبناء ومبيعات وتسويق. ليه؟ مش عشان الفلوس، لكن عشان يتعلم. خد عندك مثال: مين يقدر يطبخ همبرجر أحلى من ماكدونالدز؟ معظم الناس هيقولوا إنهم يقدروا. طب ليه ماكدونالدز عنده مليارات وهم مش كده؟ لأن السر مش في الطعم، السر في التسويق والإدارة والنظام. والنصيحة يا صديقي: اشتغل عشان تتعلم، مش عشان المرتب. المهارات هي اللي هتفتح لك أبواب عمرك ما كنت تحلم بيها. وده كان ملخص سريع، ولو عايز تعرف القصة كاملة شوف الحلقة كاملة على قناتنا من هنا. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشاركنا برأيك في التعليقات عشان الكل يستفيد. ما هو أنا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.